السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في تاني حلقة من تطبيق قوة الإرادة في مجال التخسيس. هنجاوب على سؤال بإذن الله: ليه بنجوع؟ ما انت لو عايز تحل أي مشكلة لازم تعرف أسبابها. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ازاي بنخس. كلام المرة دي بقى نتكلم ليه احنا بنجوع أصلا. في أسباب فسيولوجية وأسباب نفسية، وأنا بخلي الأسباب النفسية في الآخر عادة. نتكلم الحلقه اللي فاتت قلت انه يكون مريض، مثلا واحد ده بيجوع كتير وعنده مرض يروح يتعالج ملهاش حل. طب ايه الاسباب الفسيولوجيه اللي ممكن اتكلم فيها واللي اي حد ممكن يقراها؟ اول سبب للجوع هو ان جسمك عايز طاقه. الجسم عاده بيخزن دهون وما بيستخدمهاش. ليه؟ لان الجسم بياخد الدهون دي كاحتياط استراتيجي في حاله ان انت قعدت يعني في وضع مجاعه مثلا. يعني لما بتيجي تصوم، كلنا بنصوم، الجسم ساعتها بيستخدم الدهون. عشان كده في ناس بتخس في رمضان، بس طبعا لو ما اكلش كتير يعني تقص الاكل في رمضان والكنافه والحاجات دي والقطايف بتزود، يعني اللي بتخسره في الصيام بتعوضه في الفطار. فايه اللي بيحصل؟ الجسم بيكون حايش الدهون هنا وما بيستخدمهاش. بتلاقي نفسك عايز تتحرك، عايز طاقه يعني عشان تقدر تمشي وتتحرك وتروح الشغل وكذا 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 وكذا. فالجسم بيديك بيعمل ايه؟ بينبه مركز الجوع في المخ. مركز الجوع اشتغل، عايز ياكل، دي عشان تحس بالطاقه كده وانرجي وتقدر تتحرك. اول نقطه نلعب عليها لما تجي انت دلوقتي هتعمل صيام متقطع عايز تخس، لازم ما تستجيبش لاشاره الجوع. انا دلوقتي خلاص اكلت انا ماشي في صيام متقطع 16 على 8، 16 ما اكلش وال8 ياكل، ويوم في الاسبوع ما اكلش فيه خالص زي ما الدكتور كريم علي قال، وباذن الله تلاقي نفسك بتخس. بكل بساطة كده النقطة اللي عايز انبه ليها: تدخل في 16 ساعة قدامك اكتر من طريقة تقاوم بيها الجوع. اول طريقة اتكلمت عنها، اتكلمت في حلقات قوة الإرادة عن المارشميليو. ايه تجربة المارشميليو اتكلمت عنها في قوة الإرادة في حلقة اسهل يوجا. بكل بساطة كده جابوا مجموعة اطفال، قالوا لهم خد كل واحد ياخد ملبسية. دلوقتي الملبسه دي تكون معاك ربع ساعه، تاخد ملبسه تانية لو انت ما اكلتهاش. في اللي استحملوا وفي اللي ما استحملوش اكلوا الملبسه على طول. اللي استحملوا عملوا ايه؟ يودوا وشهم الناحيه التانية وغمضوا عينيهم، يا اما قعدوا يفكروا في اي حاجه. فبكل بساطه كده لما تيجي تدخل في 16 ساعه بتوع الجوع ما تاكلش فيهم ومركز يشتغل عندك، اعرف ان انت بكل بساطه الحقيقه دي هتخليك تصبر. انا بجوع معنى كده ان الجسم عايز طاقه، ما اكلتش الجسم يبتدي يحرق، خد سكر الكبد وبعد كده ياخد الدهون. فلي نفسك، فكر في اي حاجه، ابعد عن اي مصدر للاكل. وانا هتكلم في حلقه ان شاء الله تعمل في ناس كتير بتعاني من المشكله دي. اللي انا بقى اكون ماشي في الصيام اهو، بس بمشي جنب محل كشري مثلا اشم ريحه كشري اكون عايز اروح اكله وببوظ الصيام. الهي نفسك في اي حاجه، فكر في اي حاجه، فكر في اي حاجه تزعلك، موقف دايما كل ما تفتكره بتسد نفسك. فكر في اي حاجه، فكر في بكل بساطه لو انا واكلت الاكل ده هيبوظ كل اللي انا بعمله. هتكلم بالتفصيل عن ايه، عن الحوار الذاتي، اتكلمت عنه قبل كده في قوه الارادة، هتكلم تاني. فلهي نفسك وغمض عينيك عن اي حاجه مكان فيه اكل، ابتعد عن اماكن الاكل تماما. غير كده برضو اليوجا. اليوجا فيها كلام كتير قلته في حلقه اسهل يوجا مع المارشميليو. بكل بساطه انت بقى في طريقه انا قايلها في الحلقه انت تعمل اليوجا، وفي انا قلت انا عامل باذن الله موقع على الانترنت ايزي مديتيشن. اليوجا كل ما بتمارسها اكتر كل ما التفكير عندك بيقف. التفكير بيقف، بلاقي نفسي ببقى هادي. اللي بيتعبني دايما كثره التفكير. اليوجا بتعمل على ايقاف التفكير. يعني ايه؟ يعني بكون قاعد كده ذهني صافي تماما مفيش اي حاجه في دماغي. واليوجا لها فوائد كتيره على فكره. يعني انت بتوقف الحوار الداخلي جواك، بتستقبل بقى ايه حاجات تانية كده غريبه في دماغك. فيها قصص برضو اليوجا دي، يعني بتستقبل
زي ما بيقولوا كده بتستقبل الإذاعات الخارجية بدل ما تستقبل إذاعة نفسك. طيب تقنيات فسيولوجية بتساعدني على إني أستحمل الجوع. إيه التقنيات دي؟ لما تلاقي نفسك جعان أوي في 16 ساعة، اشرب مية كتير. كل ما الجوع جامد، قريتها كتير الحكاية دي، كل ما أنا عن نفسي بطبقها، ما بجوع جامد وأحس إن أنا جعان أوي أروح أشرب مية كتير أوي. إيه اللي بيحصل؟ مركز الشبع بيتنبه في المخ، تلاقي نفسي مش عايز آكل، والجسم ساعتها بيتجه لإيه؟ حرق الدهون. القهوة منزوعة الكافيين، قريت دراسة في ساسا بوست بتقول بالحرف إن جابوا مجموعة كانت جعانة وشربوا قهوة منزوعة الكافيين، انخفض عندهم الجوع بشكل حاد. يبقى ده أول حاجة في الأسباب الفسيولوجية. الحاجة التانية في مقال في ساسا بوست اسمه كيف خسرت 220 باوند، عن واحد بيحكي تجربته، كان تخين أوي، حط صوته تخين جدا وصوته رفيع أوي، بقى بيعمل رياضة وعامل 6 بيكس. بكل بساطة كده الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول ان كان عنده خبرة في الكيمياء الحيوية. بيقول ان اكتشف ان اللي بيخليه دايما جعان وبياكل كتير، ان جسمه كان في ايه؟ في حاجة لفيتامينات ومعادن مش موجودة جواه. فانت بكل بساطة انا دايما انصح النصيحة دي، حاسس انك جعان، اعرف جعان ليه. طيب اعرف جعان يعني جسمي ناقص فيتامينات ومعادن، اعمل ايه عشان اعرف الاحتمال ده صح ولا خاطئ؟ كل طبق سلطة. يقول لك قريت في النت قبل كده طريقة عمل سلطة فيها فيتامينات كتير جدا، خيار وطماطم وبصل وفلفل حراق وجزر، توم وليمون، خضرة، بقدونس، شبت، جرجير. حط على قد ما تقدر كمية ايه السلطة، بتبقى جماعة خضروات كتير وفي كل حاجة فيها فيتامينات ومعادن. تاكل طبق السلطة، لو لقيت نفسك شبعت بعد طبق السلطة، طبعا ما فيهوش سعرات كتير، ممكن تاخده وانت في الثمان ساعات بتوع ايه بتوع او لو عامل رجيم عادي، خد طبق سلطه. بتلاقي نفسك ايه؟ بكل بساطه كده اكلت طبق السلطه، بتلاقي نفسك بعد شويه شبعت، يعني حاله الجوع راحت منك. اعرف ساعتها ان جسمك لقى الفيتامينات والمعادن اللي كان محتاجها، فده كله موجوده في خلف خسرت 220 باوند. لا يعني الراجل جاب مكملات غذائيه وقعد يعني ايه يشوف جسمه محتاج ايه، فجاب مكملات غذائيه. اما قعد ياخدها كتير لقى نفسه ايه؟ حالته الجوع عنده ابتدت تقل جامد. هو بيقول كيف خسرت 220 باوند بدون اتباع انظمه غذائيه، موجود على النت في مواقع كتير، بس لسه بوست اللي انا متابعه. فالحل كله طبق السلطه، يا اما تروح تعمل تحليل وتشوف ايه جسمك ناقصه فيتامينات ايه وعناصر ايه، وتاخد مكملات غذائيه ليه. كده بكل بساطه الاسباب الفسيولوجيه، وقلت ازاي نتغلب عليها، اللي هو الطاقه، بحث عن الطاقه او الفيتامينات معاك. ندخل بقى على هو بقى الشغل بتاعنا كله في الجوع النفسي. الانسان زي ما بيجوع لاسباب متعلقه بجسمه، وظائف الاعضاء والكلام ده، بيجوع لاسباب نفسيه. بكل بساطه كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت بتلاقي نفسك فجاه جعان وانت لسه واكل. معلومه قريتها فلتعلم، عشان تعرف انت جعان لسبب نفسي ولا لا، اسال نفسك انا نفسي في تفاحه دلوقتي؟ لو كانت الإجابة لا، اعرف إن جوعك ده نتيجة لأسباب نفسية ملهوش دعوة بجسمك خالص، وبناء عليها نتصرف بقى التصرفات اللي هقولها دلوقتي. أول سبب نفسي التريبتوفان. في ظاهرة في الإدمان اسمها ظاهرة الاعتماد، اللي بياخد المخدر بيكون معتمد على المخدر. هو الاعتماد على المخدر هو إن الواحد بياخد مخدر بيعتمد عليه في الحصول على السعادة. دكتور كريم علي قال في حلقة بتاعة هرمون السعادة السيروتونين ان الناس اللي بتاخد جانك فود كتير بيكون بياخدوا منه حاجه اسمها الجانك فود، بيكون مليان تروبتوفان. التروبتوفان ده بيعمل ايه؟ بيعمل بكل بساطه كده بيسهم في تكوين هرمون السيروتونين. هرمون السيروتونين ده بينتج في المخ وجزء منه في الامعاء.
هرمون السيروتونين ده بيخليك كده منتعش وحاسس بالسعاده، فده اعتماد على الاكل يعني بكل بساطه كده تعتبر بتدمن الاكل. طب اعمل ايه بقى عشان ايه اوقف الدايره دي؟ مش انا امتنع عن الاكل تماما، لا. لو انا بعمل ريجيم اخد مثلا ايه، يعني في فتره 8 ساعات اخد شوكولاته سودا. الشوكولاته السودا بتسهم في افراز هرمون السيروتونين. دراسه علميه. غير كده، غير الشوكولاته السوداء، المخلل الباربيوتيك دي وسائل فسيولوجيه برضه بتسهم في ايه، في تولد هرمون السيروتونين من الامعاء. ايه غير كده برضه انك تعمل اليوجا، الايزي مديتيشن لسه متكلم عنه بكل بساطه كده، والموقع انا حاطه. ممكن تعمل يوجا 4 مستويات، في مستوى 5 دقايق، مستوى 10 دقايق، مستوى 15 دقيقه، مستوى 20 دقيقه. طب بكل بساطه كده بتحتاج بس سدادات اذن، وتقعد تبص في الشمعة. كل ما تلاقي نفسك عينك يمين او شمال تضغط على كاونت، وبعد ما بتخلص ال5 دقايق تلقائي تطلع قدامك شاشة كده بتقول لك انت عديت كام مرة سرحت فيهم. ده بيخليك المرة اللي بعدها سرحانك بيقل. نسبة مديتيشن شرح كل ده في حالة اسهل يوجا، مش عايز اطول في الفيديو عشان الملل. دي النقطة. الصراع النفسي. الواحد لما يكون بيعاني من صراع نفسي بيكون عنده حالة قلق شديدة، حالة اكتئاب يعني. طبعا حالات الاكتئاب الشديدة في ناس بيربط لك ده من الكتاب ده واحد مسدود نفسه. على فكره الكتاب بيأثر في اتجاهين: النوم، يا اما بنام كتير يا اما ما بعرفش انام خالص، وكذلك في الاكل، يا اما ما باكلش خالص يا اما باكل كتير جدا. الراجل بتاع كيف خسرت بتاع 20 باوند قال الحته دي برضه. قال ايه؟ قال بكل بساطه كده ان هو الاكل بالنسبه له كان بيواجه بيه ان الدهون بالنسبه له كانت تعتبر حاجز قدام الصدمات العاطفيه، قدام الصدمات النفسيه. فعمل الراجل عشان يخس عمل تمارين تخيل وعمل تمارين استرخاء. انا بقى اشرحها، ما كانش هو مفصل في الحته دي. انا بقى اشرح لكم تعمل ايه ما تكون ايه انت بتواجه صراع نفسي بيخليكش تنام كتير، او بيخليك تنام بشكل مفرط، او بتاكل كتير قوي، او ما بتاكلش خالص. احنا بقى بنتكلم في الحته دي هي ايه التقنيات اللي بستخدمها لما باكل كتير قوي، وده لاسباب نفسيه عشان اعمل حاجز يعني ضد الصدمات. الكيش كانه ايه حاجز قدام الصدمه. بكل بساطة كده أول طريقة من طرق هي الفضفضة. دايما بركز عليها إنك تفضفض. اقعد مع أي حد بتثق فيه وراجل كده محترم وهادي وراقي كده ناضج، اقعد فضفض له باللي جواك. جيب ورقة فاضية اكتب، ما لقيتش حد تفضفض له جيب ورقة فاضية اكتب كل اللي أنت حاسس بيه وزعلان منه. اكتب 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 لحد ما تلاقيش حاجة خالص تكتبها. وبعد كده حرق الورق وكرر الحكايه دي كام مره. جيب مخده واقعد اضرب فيها، عض المخده، اقعد عيط. عيط جامد كل ما تكون عايز مش عيب الراجل يعيط، اقف على نفسك في اي مكان كده اقعد عيط براحتك. اعمل اكونت على الفيسبوك فيك كده واقعد اكتب، اعمل صداقه مع اي حد ما تعرفوش ولا عارفك واقعد فضفض له. انا مره كنت قاعد في محل كشري قاعد اكل، كان قدامي واحد باكل طاجن كبده في الجيزه في ابو عماد. قدامي واحد كده قاعد ولا اعرفه ولا يعرفني، قاعد على نفس الترابيزه قاعد ياكل، قاعد يكلمني في مشاكله ولا يعرفه خالص. عرفت بعد كده ان هو الناس بتفضفض، الناس ما تعرفهاش عشان ترتاح. لو انت عرفت تعمل الحكايه دي اعمل. بس طبعا انت بتاكل وماله يعني، طالما في حكايه ال8 ساعات او عامل ريجيم مفيش مشكله يعني. المهم ان انت ايه، ان انت بكل بساطه كده تحاول تخرج اللي جواك. كل ما خرج اللي جواك كل ما بهدى. طب افرض انا في حاجه مزعلاني قوي، المشاكل العاطفيه، وانا ان شاء الله هعمل بعد ما اخلص الجوع يعني ازاي تتغلب على شهوه الاكل، ازاي نتكلم باذن الله ازاي تتغلب على الصراعات المشاكل العاطفيه، وازاي تتغلب على صدمه نفسيه حصلت لك نتيجه انفصال عاطفي او رفض عاطفي. المشكله دي واجهتها كتير قوي. بكل بساطه كده انت تعمل ايه؟ غير الفضفضه في حاجه اسمها تقنيه المقعد الخالي في العلاج الجشتالتي، او في مقال قريته كمان في ساسا بوست بيقول لك السفر الماضي يسهم في علاج الازمات النفسيه. بكل بساطه تخيل اي موقف انت تعرضت فيه مشكله جامده، وتخيل موقف بيحصل تاني
وتخيل ان انت بتتصرف التصرف السليم. يعني مثلا انا حد زعق لي غلط في حقي جامد، بتخيل حدوث الموقف تاني. بعد ما اتخيل حدوث الموقف تاني، بعمل إيه بكل بساطه كده؟ بتصرف تصرف سليم. انا زعقت فيه، بطلع الغضب اللي جوايا، بزعق للي زعق لي. ساعتها ايه؟ الضيق النفسي عندي بيقل. احنا ليه معظمنا بنكون زعلانين اول ما بتحصل اي مشكله؟ المشكله مش في حكايه ان انت بتكون زعلان من المشكله نفسها، قد ما يكون ان انت بتكون خارج من المشكله فاقد شعورك بالامان، ان انا لو حصلت المشكله دي مش هقدر اتصرف فيها تاني. فبتكون فاقد ثقه بنفسك. الفكره كلها ان انا بعمل تمارين تخيل، بتخيل الشخص اللي قدامي زعلني ده وبزعق له بكل قوتي، وبحاول اخد حقي منه حتى لو في الخيال. بعد كده بتحط في نفس الموقف تاني، جسمي تلقائي بيتصرف على اخر تصرف عملته. لو انا اتصرفت في التخيل انا بتخانق، انا في المره بعدها بتخانق فعلا، ما بسكتش زي المره اللي فاتت. الجسم بيتصرف على اخر تصرف. دي وسيله من وسائل العلاج النفسي. يبقى الفضفضه، التخيل. غير كده ايه برضو؟ اليوجا. قلتها في المرتين اللي في الاسباب دي، قلت بقولها تاني. الايزي مديتيشن مهم جدا ان انت تعمل تمارين اليوجا. غير كده ده برضو الاسترخاء. اقعد اخد كل شويه نفس عميق، اعد ال10 واخرج النفس. النشر نعناع، ينسون، ليمون، برتقال، ليمون، من غير سكر، كل شويه بلاقي نفسي بهدى. ان اخرج اتفسح في اي جنينه بلاقي نفسي بهدى. ناسف الفيديو كان طويل شويه. غير كده بقى المره الجايه بقى ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نشبع. موضوع حاجه انت بتجوع ليه، وازاي تشبع نفسك في اقصر وقت ممكن. وبعد كده ان شاء الله عادات المفروض نعملها اي حاجه. وبرضه حلقه ان شاء الله عن مشكله ايه اللي بيمشي جنب مطعم ويشم ريحه الاكل الحلو. عن اذنكم.